عليكم. هي الألياف بتعمل غازات وانتفاخ ولا الألياف بتساعد طرد الفضلات من الجسم فتبقى البطن مسطحة وليها فوائد زي ان هي بتنظم السكر، بتقلل الكوليسترول؟ ايه هي فيهم؟ الألياف نوعين. لازم تبقى عارف الفرق بينهم. النوع الأول بسميه المكنسة. النوع ده مش اسمه العلمي، اسمه العلمي ألياف غير قابلة للذوبان في الماء. المكنسة دي بتكنس الفضلات من القناة الهضمية فبتبقى البطن مسطحة ونظيفة، والألياف دي مش بتقدر البكتيريا تخمرها فمش بتنتج منها غازات. طيب، الألياف دي ألاقيها فين؟ ألاقيها في الخضروات الورقية ما عدا الملوخية، لأن الملوخية فيها مادة لزجة بتخليها من النوع التاني من الألياف. بلاقيها كمان في الخضروات الصلبة. الصلبة يعني الخضار قشرة ولب، اللي اللب بتاعها صلب، زي الجزر، الخيار، الكوسة. يعني البتنجان لا، اللب بتاعه طري، فبيبقى النوع التاني من الألياف. بلاقيها في الردة، في العيش البلدي اللي احنا بناكله بيبقى فيه ردة، والردة دي فيها نوع الألياف اللي بنسميه المكنسة. بلاقيها في المكسرات والفول السوداني. طيب، النوع التاني بقى من الألياف هو ده اللي البكتيريا بتقدر تتغذى عليه وتخمره، بالتالي تنتج غازات ويحصل انتفاخ. بس هل هو بس ده كل دوره؟ يعني ملوش فوائد؟ لا، هو ليه فوائد. هو بنسميه ألياف الصمغ. أنا ده مش اسمها العلمي، برضو اسمها العلمي ألياف بتدوب في المية. طيب، الألياف دي هي بتدوب في المية وتعمل مادة كده لزجة زي الصمغ. فايدتها ان هي بتأخر بتأخر خروج الأكل من القناة الهضمية، فبتحس بالشبع مدة أطول لأنه بيفضل الأكل في أمعائك مدة أطول. حاجة تانية، بتنظم السكر لأن بيحصل امتصاص للسكر ببطء. بتنظم كوليسترول الدم لان بيحصل برضو امتصاص الكوليسترول ببطء. فهي مفيدة، ليها فوائد كتير. طيب، اعمل ايه؟ انا عايز اخد فوائدها وفي نفس الوقت ماخدش اضرارها. بنعمل قاعدة 70 ل30. 70% من اكلي، يعني الكمية الاكبر، تبقى الياف المكنسة اللي انا ذكرتهم، وال30% بتبقى الياف الصمغ اللي هي ايه بقى الياف الصمغ دي؟ اللي هي البقوليات بكل انواعها، اللي هي البطاطس والبطاطا، اللي هي البامية والملوخية عشان المادة اللزجة اللي فيهم، اللي هي كمان الشعير والشوفان. كل دي حاجات فيها الياف الصمغ. فيبقى دي النسبة الأقل من أكلي، والنسبة الأكتر من أكلي نوع الألياف التاني اللي هي الخضار والخضروات الورقية والحاجات اللي أنا ذكرتها. على فكرة الفاكهة كمان من نوع ألياف الصمغ، القشرة بتاعتها هي ألياف مكنسة، لكن اللب الداخلي هو ألياف صمغ. فبرضو ماخدش فاكهة بكمية كبيرة عشان هتتخمر. في بقى تركاية، لما اجي اكل بقوليات لازم انقعها على الاقل 12 ساعة واغير المية بتاعتها لما اجي اطبخها. ولما اجي اطبخها احط كمون وجنزبيل مع المية بتاعت الطهي يعني. الحاجات دي بتساعد على انه السكريات المعقدة اللي البكتيريا بتستخدمها وبتخمرها، تستخدمها كغذاء ليها وتخمرها، بتقل. فبالتالي بقلل فرصة انه يحصل غازات وانتفاخ. بس كده، ده كل اللي عندي. لو عجبكم الفيديو متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكوا كل الفيديوهات الجديدة.